تخيل إنك راجع البيت بعد يوم طويل في شغل، تسمع حد بيناديك باسمك في الصالة مع إنك قاعد لوحدك. تبص يمين شمال ما تلاقيش حد، بس تقعد تدور تلاقي اللي بيناديك ده مش إنسان، ده بغبغان. وده مش أي بغبغان، ده البغبغان الرمادي الأفريقي. ده يعرف يقلدك بالظبط ويجيب طبقة صوتك بالملي. حي الله. السلام عليكم. البغبغان الرمادي الأفريقي من أذكى الطيور على كوكب الأرض. حجمه متوسط، ريشه رمادي، ديله أحمر لامع كده. بس الجمال هنا مش في شكله لأ، العلماء قالوا إن عقله يساوي ذكاء طفل عنده 5 أو 6 سنين. يعني يقدر يحفظ كلمات، يقدر يكون جمل، يقدر يشتمك أنت شخصيا، وطبعا كلمات أساسية زي أكل، مية. وفي حالات شهيرة أوي للبغبغانات دي بقى، زي البغبغان أليكس اللي بيتعلم إزاي يفهم العلماء ويكلمهم ويفهم أمور معقدة. أليكس كان عارف الفرق بين الألوان والأشكال، حتى كانت آخر كلماته للمعلمة بتاعته اللي بتعلمه الكلام ده: كوني بخير. يعني فاهم الكلام وفاهم المشاعر وعارف امتى بيتقال فين. أنا أعرف ناس ما بيفهموش أي حاجة في الكلام ده، تقول لهم صباح الخير يقول لك كنت طيب. لكن ذكاء البغبغان ده أوقات كتير مش بيبقى نعمة، ده بيبقى نقمة. البغبغان الرمادي الأفريقي ده لو اتحط في مكان ضيق كتير أو اتساب من غير اهتمام ورعاية كاملة هيخش في حالة اكتئاب. وهنا دي حالة اكتئاب بجد، لدرجة إن هو ممكن يقطع ريشه بنفسه، وكأنها نوع من أنواع عقاب النفس، بيجلد ذاته يعني. ده غير إن ممكن يسبب مشاكل كتير. عندك في أمريكا مثلا هنلاقي إن في عيلة اتخانقت بسبب بغبغان. هتقولي طب ليه، هو ماله؟ اللي حصل كان زوج وزوجة عايشين في بيت واحد وعندهم البغبغان. كل يوم الزوجة تصحى على شتيمة جوزها: يا بنت الكذا، يا بنت الكذا، عايزين نفطر، عايزين ناكل، عايزين نشرب. فهي ما قدرتش تستحمل العيشة دي، قالت له أنا مش هينفع كل يوم أصحى على شتيمة وتهزيق كده. قال لها أنا يا بنتي أنا ما بعملش حاجة من الكلام ده. وتاري في الآخر إن اللي بيعمل كل الكلام ده ببغبغان كل يوم الصبح خرب بيوت والله. فخس عليك يا نكسة. لكن أغرب موقف بقى حصل مع البغبغان الرمادي الأفريقي ده كان في بريطانيا، لما 5 بغبغانات من النوع ده اتجمعوا مع بعض وابتدوا يشتموا الزوار كلهم. تخيل كل واحد بقى يخش يسمع شتيمته بودنه، ما يعرفش يتكلم ولا هياخد حقه من مين، بغبغان. لدرجة إن إدارة الحديقة دي قررت تعزل ال5 بغبغانات دول عن باقي الطيور، مش خوفا على الطيور، لأ خوفا على الناس اللي بيتهزقوا من غير ذنب. يعني بتدفع فلوس وبتتهزق. وهنا نوصل إن البغبغان الرمادي ده مش مجرد طير من الطيور، لأ ده عقل، بيفكر، بيتكلم. ممكن يكون أليفك المقرب، أو ممكن يكون كابوسك وكابوس أهلك كلها. بس ده بيفرق على حسب أنت هتعلمه إزاي، زيها بالظبط زي التربية. في الآخر متنساش اللايك، سبسكرايب، سلام. طبعا. أعطيني بوسة. يلا.